السلام عليكم متابعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لا تنسوا أولا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. إذا شي كاس ديال الماء شي حاجة واحلة في حلق التوانسة، خصوصا في هذا الأسبوع الأخير بعدما تونس صوتت لصالح الجزائر لنيل منصب نائب مفوضية الاتحاد الإفريقي. هذا الشيء اللي خلى المغرب حط تونس بين عينيه، ونقدر نقولوا باللغة اللي كتعجب قيس سعيد: حان الوقت لنلتهم تونس ولا نلتفت لجيراننا. تونس مشاهدينا الكرام هي بمثابة ديك البنوتة الصغيرة اللي منافسين عليها جوج عواول، كلها واش كيقدم ليها وكل واحد كيحاول انه يجرها لجهته. بطبيعة الحال هاد العواول هما الجزائر والمغرب. تقريبا العروض ديال هاد الاثنين كل مرة كيفاش نقدروا نقولوا بلي متقاربين، غير هو الكفة كتميل شوية لتونس بحكم أن تونس قريبة للجزائر جغرافيا أكثر من المغرب، وأن أغلب الجزائريين وكبار الأعمال عايشين تما، لا سيما كبار رجال الأعمال في الجزائر كيصيفوا في تونس وكيخسروا فلوس صحيحة. والمستفيد الأكبر بطبيعة الحال تونس، والمغرب عارف هذا الشيء مزيان. لذلك المغرب مشاهدينا الكرام ما عمرو اعتمد على تونس باش تكون ذاك الطرف اللي غادي يساهم في الصلح، وكذا تلعب دور مهم باش يتحسن الصراع القائم بين المغرب والجزائر. نجيكم الصراحة مشاهدينا الكرام، تونس من مصلحتها أن العداء والصراع القائم حاليا بين المغرب والجزائر بقى مستمر باش تغمس في المرقى مزيان. ما عليناش نقدر نقولوا باللي المغرب تعطاتو واحد الشرعية اللي ما عمرو كان يحلم بها منين الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بالصحراء المغربية وكذلك التطبيع مع إسرائيل، زائد أن المغرب وسع من الحلفاء الاستراتيجيين ديالو ودار واحد الانتشار كبير في إفريقيا، الشيء اللي غادي يزيد يقزم تونس في أعين المغرب، وغادي يعتبر باللي تونس هي مجرد دويلة لا رأي لها ولا تأثير، وما عندها باش تفيد ولا تنقص. لذلك يجب التعامل معها وفق الشروط والقوانين اللي المغرب فرضها على الدول اللي عندها مع المغرب شراكة اقتصادية. ومن بين هذه الشروط مشاهدينا الكرام أنك تكون معترف بالصحراء المغربية وتقدم الدعم لهذا الملف، الشيء اللي غادي يحط تونس بقيادة قيس سعيد في موقف صعب، وبطبيعة الحال ما غاديش تقدر دير هذه الخطوة حيت عارفة باللي غادي تخسر الجزائر اللي كتدفع ليها فلوس كثيرة. تونس مشاهدينا الكرام في مجلس الأمن الأخير الذي تناول موضوع الصحراء المغربية اختارت أنها ما تصوتش كيف ما كانت كدير ديما، وكان المغرب عارف هذا الشيء مزيان. لذلك المغرب اختار هذه المرة أنه يرد الصعصعين، وكما قلت أن المغرب هذه المرة ما غاديش يدوز عليهم وغادي يرد لهم الصرف لأول مرة في التاريخ. داكشي علاش المغرب قرر يتخذ أول خطوة، وهي أنه سينهي سنوات طويلة من الخسائر التي كان يتكبدها الميزان التجاري المغربي لصالح الصادرات التونسية، وهذا الشيء كامل باش التوانسة يبقوا على خاطرهم، زائد أن المغرب يفرض ضريبة بقيمة 17.5% على الصادرات التونسية، الشيء اللي غادي يخلي تونس يخرج لها العقل. وهنا غادي نفهموا مشاهدينا الكرام بأن المغرب اختار الورقة الاقتصادية لصرف غضبه الدبلوماسي على تونس، الحاجة اللي غادي تزيد تعزم تونس، وخصوصا أنها كتعاني من عجز اقتصادي كبير، وذلك على جميع المستويات منذ نهاية ثورة الياسمين سنة 2010. وماشي بعيد صراحة أن المغرب يقدر يلعب أو أيضا على ورقة المعلومات الأمنية، وغادي يحبس عليهم أي معلومات بخصوص
الحركات الإرهابية وتحركاتها داخل تونس. وغالبا ما غاديش نشوفوا تونس مشاركة في مناورات الأسد الإفريقي هذا العام. غالبا ومن وجهة نظري المغرب غادي يدفع بتونس لقطع العلاقات الدبلوماسية، وهذه خطوة مهمة. وبطبيعة الحال معارضين من داخل الوسط التونسي اللي أصلا كاعين من الوضع غادي يطرحوا علامة استفهام كبيرة ما علاقة تونس من عدوانها مع المغرب. وهنا فين غادي يتدخل المغرب وغادي يصرح بأن يا إما قيس سعيد ووزراء الخارجية ديال تونس خايفين من الجزائر أو شراتهم بالفلوس. المهم واحد من بين هاد جوج ديال الاختيارات اللي كاينين لا ثالث لهما. بطبيعة الحال الشارع التونسي ما عمرو غادي ينسى الوقفة ديال جلالة الملك محمد السادس معهم من زارهم بعد الأحداث الإرهابية، والخطوة اللي دار الملك محمد السادس نصره الله آنذاك نالت إعجاب الشعب التونسي بزاف. وهنا الشارع والشعب التونسي غادي يميلوا للمغرب وغادي يفرضوا على الرئيس التونسي قيس سعيد يعاود يدير انتخابات جديدة. من بعد غادي يكون حتى هو متهم بالفساد، وهنا المغرب غادي يكون قدم أكبر هدية للمعارضين داخل الوسط التونسي. إذا مشاهدينا الكرام كما شفتوا فتونس هذا البلد اللي أقرب منه للجزائر حاول المغرب مرارا وتكرارا أنه يتقرب لتونس، لكن هذه الدولة دائما كتقبل الطلب المغربي بالرفض. آخر ما غنات من أم كلثوم هو استقبال قيس سعيد لرئيس جمهورية العصابات إبراهيم غالي. وهنا مشاهدينا الكرام كينتهي الفيديو ديال اليوم، أراكم في فيديو قادم.